تحمل مسؤوليتك صافي ما نكمل اسمع ما غيكملش الماتش. رفض لاعبو فريق الرجاء الرياضي مواصلة مباراتهم أمام الدفاع الحسني الجديدي بعد هدف التعادل الذي أحرزه فارس دكالة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. انتوما انا ثقتي فيكم كبيره، انتوما واش تقولوا الصوره الحقيقيه شنو وقع. هذا مجهود ديال الدراري الصغار، مجهود ديالهم اللي داروه هو ضاع بحال هكاك، ضاع في اخر دقائق لان واحد الوقت وقفت جديده خصها نكون بوس وراكم شفتوا بالاريتي التعاود ما كاين مشكل، حنا مع القانون تعاود ولكن التعاود في المكان ديالها ما تعاودش بواحد السرعه فهذه اللي بانه احنا بالنسبه لنا تنطلبوا من الجامعه باش تاخذ الحق. لما لا الا كان في حقنا باش المباراه تعاد في اي لحظه. احنا مستعدين باش نعاودوا المباراه. بدون جمهور او ما يعرف بالويكلو استقبل فريق الرجاء بملعب الابجيكو فريق الدفاع الحسني الجديدي. اولى المحاولات كانت لصالح فريق الدفاع عن طريق اللاعب نناح في الدقيقه الاولى. بعدها ب4 دقائق افتتح الفريق الدكالي حصص التسجيل والهدف حمل اسم اللاعب وطرة بعد تمريرة جيدة من زكريا حدراف. الدقيقة 13 شهدت ضربة خطأ لصالح الرجاء نفذها عبد الله حفيظي لكنها لم تشكل خطورة على الحارس خالد العسكري. الدقيقة 25 شهدت محاولة لصالح اللاعب بن حليب لكن دون جدوى. مرة أخرى في الدقيقة 28 بن حليب يمرر للاعب أوساغونا الذي لم يستغل الفرصة. لينتهي الشوط الأول بتفوق فريق الدفاع الحسني الجديدي ب1-0. مع انطلاق الشوط الثاني تمكن فريق الرجاء من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب عبد الله حفيظي بعدما التطمت الكرة بالقائم الأيسر لخالد العسكري. الرجاء يسجل هدفه الثاني في الدقيقة 64 والمسجل عبد الله حفيظي للمرة الثانية. دقيقتان قبل انتهاء الوقت القانوني وليد ألزارو سجل الهدف الثاني لفريق الدفاع الحسني الجديدي، هدف مكن الجديديين من التأهل للدور الموالي. الفريق الجديدي ما غير عن الاحتجاجات اللي تنظن ان ماشي في محلها، لان فريق الرجاء كبير على هذا الشيء. فكنظن ان الفريق الجديد يستحق من جميع النواحي، لان كنا اولا سباقين بالتهديف، اطراء خطأين تسجلت علينا، بقينا مأمن حدودنا، درنا تغيير تقني تكتيكي، جبنا الاصابه، ضيعنا عده فرص للتسجيل. تنظن كنا حاضرين في اللقاء. هنيئا اولا الجديده الجمهور ولا اداره ولا اللاعبين، وكنتمنى ان بالطبع ما نبقاش نشوفوا بحال المسائل هذه. حكم المباراة أعلن عن نهاية اللقاء وسط غليان في صفوف مكونات الفريق الأخضر في مباراة شهدت العديد من الأحداث والسيناريوهات.